تزامنا مع إعادة افتتاح دار بلارج بعد ترميمها إثر الزلزال الذي عرفته مراكش، قام الطلبة المنخرطون في مؤسسة دار بلارج بإعداد وتقديم فيلم وثائقي عن الأستاذ عبد العزيز بويبرين الذي حظي بتكريم مؤثر. احنا فرحانين اليوم في مؤسسة دار بلارج أننا افتتحناها بعد شهور ديال الترميم بعد الزلزال بسبب جهة مراكش، والحمد لله بالمحبة الناس بالتعاطف والتعاون ديالهم قدرنا أننا نرجعوا الفرحة ونسبقوا حيوطها بقلوب الناس، ودرنا اليوم واحد كلمة اعتراف، واحد لحظة شكر. يعني طبعا في قلبي أنا خصوصا من وليدات دار بلارج، زريع دار بلارج، الأقاليق الصغار اللي حبوا باش انهم يعبروا بالامكانيات اللي هما تمكنوا منها في مؤسسه دار بلارج عبر الورشات، لقاءات، تدريبات، تكوينات مع باهم الاب الروحي ديالهم والاخ الكبير ديالنا الاستاذ والباحث سيدي عزيز بويبرين. عشتوا معنا لحظات اعتراف مؤثره، لحظات وكلمات تحفر في القلب لينا باش نقولوا شكرا لواحد الانسان في هذا الزمان ولات قليله وصعيبه، ولكن العرفان هو عباره عن حسن التربيه. هذوك الوليدات كبروا في وسط منا شقوا طريقهم في العلم والمعرفه وفي الهويه في الوطنيه ديالهم، وحنا مفتخرين باش نقولوا ان بلادنا زينه هما ليها، زينه بوليداتنا، زينه بالامهات تاعنا، زينه بشعبنا وبملكنا، الله يحفظوا لينا. هادو هما حنا المغاربه وهكا بغينا نبقاو. الشباب ديال مؤسسة دار بلارج. الصراحة كنا فرحانين بزاف، وحنا كنشوفوا النتيجة ديال هذا الشيء هذا في الوجه ديال سي عزيز وفي وجه الناس اللي كانوا حاضرين. بغيت صراحة نوصل واحد المعلومة اللي ما قلناهاش في الحفل ديال التكريم ديالو، اللي هي أنه كان تيعاوننا في كل لحظة من اللحظات ديال الوثائقي. ومن الأول ما عرفش بأنه راه الدوكيومونتير راه كيهضر عليه، اللي في راسو انه كنديروا دوكيومونتير على دار بلارج. الاسم وليد إغيل، واحد من شباب ديال دار بلارج، وواحد من الفريق العمل ديال هذا الفيلم الوثائقي اللي كان على سيدي عبد العزيز. وهو تيعاوننا اصلا، هو تيعاوننا وما عرفش انه الفيلم كله داير عليه. كان هذا واحد من التحديات الاخرى، انه كان عندنا كل واحد والمشغولات ديال الحياه ديالو، كل واحد الخدمه ديالو، كل واحد القرايه ديالو. فكان هذا بحال قلتي تنسرقوا من الوقت ديالنا من هنا ومن هنا باش اننا نجيو نغيبوا هذا الفيلم هذا. طبعا الحب ديالنا لهذا السيد هذا وهذا الاستاذ هذا خلانا اننا نضحيو بزاف ديال الحوايج باش نجيو ونتطوعوا اننا نقدوا هذا الفيلم هذا. والحمد لله الابتسامات دابا اللي شفتوا ديال الناس كاملين ولا ديال السي عزيز بالخصوص هي اللي كتهمنا اصلا. انه الفيلم داير عليه صافي، هو غيقول كل شيء. حقيقه ما بغيتش نقعد نفكر في اللحظه، قلت حتى انا مشيت نتسرح شويه لانه كان بزاف ديال المشاعر اللي هي سميتها اكيد. الشوك ايجابي الحقيقه، لانه كنشوف محبه الناس ما يمكن تستقبل الا بهذه القضيه تاع تبادلهم المحبه، تبادلهم سميتو. واخا نعبر على شكري تنعبر ما نقدرش نوفيهم حقهم كاملين، لا انتم كاع المشاركين كاملين، لا الزملاء ديالي في العمل، الاصدقاء ديالي، ولا كاع الناس اللي ساهموا في هذا الشيء. ما يمكنش نوفي هذا الشيء ولا واحد فيهم، راه ما يمكنش، لان الناس عطات وقتها، عطات تفكيرها، تخطيطها، تدبيرها، يعني باش تكون هذه الوقفه هذه. فاكيد انه راه ما غنخلي حتى شي واحد حق ولا بيفهم كل ما كان.